انتقد المغرب في بيان رسمي العملية العسكرية التي تقودها المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من طرف إسرائيل. وجاء في البيان أن المملكة المغربية دعت إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في فلسطين، داعية إلى انتهاج الحوار لإيجاد حل سياسي للأزمة. وعبرت المملكة المغربية عبر بيان لوزارة الخارجية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، وتدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت. وذكر البيان أن المملكة المغربية التي طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك تدعو إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تفويض فرص السلام بالمنطقة. وأضاف المصدر ذاته أن المغرب يؤكد أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا. وأثار البيان المغربي بخصوص ما يجري في فلسطين ردود أفعال نكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفه المتابعون ببيان العار بسبب الموقف المتخاذل للمملكة المغربية مع فلسطين. وفي سياق ذي صلة حظي الموقف الجزائري بإشادة واسعة بسبب إدانته العلنية للكيان الصهيوني. وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت اليوم السبت بيانا أدانت من خلاله الهجمات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة بفلسطين المحتلة.